السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم في فيديو جديد. في البداية لو حضرتك اول مرة تشوف القناة او تشرفنا في القناة، حضرتك انك تدوس اشتراك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. القناة هنا تعليمية اخبارية هتفيدك، فياريت تنضم لنا. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. في الحقيقة يا شباب الفيديو ده ممكن يكون مختلف شوية، لأن الهدف الرئيسي منه هو إني أطمنك أو أقف جنبك بمعنى أصح، وأحسسك بشوية طمأنينة أو شوية أمان. في البداية كده عايز كل واحد دلوقتي بيتفرج على الفيديو ينزل في الكومنتس يقول لي هو أخباره إيه أو عامل إيه في الامتحانات التجريبية دي، أو شعوره إيه، أو توقعاته للامتحانات النهائية إيه. والهدف من اللي أنا بقوله ده مش إنك تنزل تعمل كومنتس وتعمل تفاعل على الفيديو وخلاص. لا، الهدف منه هو اني اخرج اللي جواك او اخرج اي طاقة مكبوتة جواك، واشوف اللي انت بتفكر فيه، او اشوف كل واحد منكم بيفكر في ايه او نفسه في ايه. فوقف الفيديو دلوقتي، او وانت بتسمع الفيديو انزل في الكومنتس او اكتب في الكومنتس اللي انت حاسه او التجربة بتاعتك لحد الان عاملة ازاي. طيب بعد ما كتبت دلوقتي اطلع لي بقى تاني او شغل الفيديو تاني، او لو انت لسه بتسمع الفيديو احب اقول لك ان موضوع الفيديو النهارده هيكون عن التالي: هل الطلبة ممكن فعلا زي ما دكتور طارق شوقي تسقط لا قدر الله او ما تنجحش في الامتحان، او فعلا زي ما هو قال يدخلوا دور تاني، او الكلام ده كله؟ في الحقيقة كلامي في الفيديو ده هيكون بشكل كبير جدا مطمئن ليك ومريح كتير لنفسيتك اللي تعبانة اليومين دول وبالك اللي مشغول على طول عشان المذاكرة وهتعرف تذاكر ولا لا والكلام ده كله. الوزير طارق شوقي قبل كده او الدكتور طارق شوقي قال قبل كده في مداخلات تليفونية كتير محدش هيسقط، محدش هيشيل مواد، ومحدش هيعاقب على شيء هو ما ارتكبوش، اللي هو الكورونا او الوباء ده محدش ليه ذنب فيه، او مفيش طالب ليه ذنب فيه، عشان كده محدش هيسقط. بس اللي حصل ان الضغوط الكتير اللي كانت على الوزارة، وان المطالبات الكتير، وان التحديات الكتير اللي الطلبة او الاساتذة بمعنى اصح عملتها قصاد الوزارة عشان كانوا عايزين يفشلوا النظام ده، او يخشوا تحدي قصاد الوزارة بانهم يوقعوا السيستم والنظام، مع ان الوزارة مسهلة عليكم الدنيا جدا. ده من وجهة نظري الشخصية، وبمعنى اصح هم كل شوية يتخذوا قرار في مصلحة الطالب. ده من وجهة نظري برضو الشخصية. لو انت شايف عكس كده قول لي. النظام ممكن يكون فيه عيوب كتير، وممكن يكون فيه تخبطات كتير، ممكن يكون فيه حاجات كتير سلبية ومش على مزاج الطالب او ما الى ذلك، بس في الاخر هو كل مرة بياخد قرار في مصلحة الطالب. حتى لما الامتحان بيفشل او ما بيحصلش حاجة بيخليه من غير درجات، حتى لما بيحصل عطل او ما الى ذلك بيشيل الوزارة الذنب، او بيشيل الوزارة الحمل كله او العبء كله. دلوقتي احنا عايزين نعرف ايه اللي خلى دكتور طارق شوقي ياخد قرار ان الامتحانات بقت في موعدها، وان القرار ده رسمي، وان مفيش رجعة فيه، وان كمان في دور تاني لو انت ما دخلتش الامتحان. الكلام ده كله عند، من وجهة نظري الشخصية عند، او بمعنى اصح هتعندوا معانا هنعند معاكم. انتوا مش عايزين نتعلموا، لا تتعلموا هنعلمكم غصب عنكم. ده الموضوع كله اللي دكتور طارق شوقي بيعمله او اللي الوزارة عموما بتعمله. فلو العند ده استمر مع الوزارة الحالة هتسوء أكتر وأكتر. وزارة التربية والتعليم مش عايزة تسقط حد، لو سقطت حد هيفشل النظام او هيبان النظام مش ناجح، فمن مصلحتهم انهم ينجحوا جميع الطلاب. ما تقلقش، انا طالع اطمنك في الفيديو ده واقول لك محدش هيسقط ان شاء الله. كل اللي عليك بس انك تسمع الكلام اللي هم بيقولوه وتمتحن الامتحان اللي هم عايزينه وتريحهم. ده كل اللي في الموضوع كله، سواء كنت بقى اولى ثانوي او سواء كنت تانية ثانوي. فالموضوع كله من اوله لاخره مجرد تجربة، ومجرد ان الوزير بيحاول يطلع صورة النظام بشكل كويس، وبيحاول يعلم الطالب او يفيد الطالب، بغض النظر بقى انت تستفاد او مش تستفاد، بغض النظر ان احنا عارفين ان النظام ده اصلا او التعليم في مصر عموما ما بيفيدش حد. بس لحد ما نتحسن ان شاء الله ويبقى كويس، احنا عايزين نسمع الكلام، او عايزين الطلاب تسمع الكلام عشان ما يأذيش حد، او عشان بس نعدي وكله يبقى كويس ومحدش يخش في مشاكل ودور تاني ودور اول. والكلام اللي هو قاله ده كله هو كلام تهديدي او وعيد مش اكتر، اللي هو بيخوف الطلاب او ما الى ذلك. يعني لحد دلوقتي كده احنا عارفين الامتحانات هتقام في موعدها ان شاء الله. ان شاء الله كله هينجح، محدش هيسقط. بالنسبه بقى للناس اللي هيحصل معاهم عطل يعني لا قدر الله في الامتحان او هيحصل معاهم مشكله، الوزاره قالت وصرحت ان العطل ده هم هيعرفوا منه فني او تقني من التابلت نفسه او من النظام نفسه، او الطالب هو اللي امتنع انه يخش الامتحان بمزاجه. الكلام ده كله ما كانش موجود من قبل ما يطلع الحملة على الوزير والحملة على النظام كله، ما كانش موجود، وكان قال كله هينجح ان شاء الله. لولا الحملة دي ما كانش كل ده حصل. بس ان شاء الله خير، رب ضارة نافعة. بالنسبة بقى اللي هيحصل معاهم كده لا قدر الله، يعني ما تقلقش ان شاء الله خير. ما هو مش هيسقط حد، مستحيل يسقط حد عشان ما يفشلش النظام. مش هيسقط اللي فعلا ان مش هيخش على المنصة اصلا من اساسه، يعني ده ممكن ما يمتحنش خالص.
اللي هيحصل كالتالي انه لو حضرتك مثلا النور قطع عندك او ما الى ذلك، تقدر تخش بعديها، وهيبقى في فتره في اليوم، ما اظنش ان اليوم كله النور هيبقى قاطع فيه، هيبقى في فتره كبيره في اليوم تقدر تخش فيها وتمتحن فيها. ده طبعا هيتيح التسريبات وهيخلي الناس تقدر تسرب الامتحان والكلام ده كله. فعشان كده ما تقلقوش، الامتحان هيبقى معاكم، هتنجحوا، كله هيبقى كويس، محدش هيشيل، محدش هيسقط، محدش هيعيد السنه ان شاء الله. السنة الجاية كلكم هتبقوا في السنة اللي بعديها ان شاء الله خير. انا هفضل معاكم، هفضل جنبكم، القناة هنا هتفضل معاكم جنبكم، هننزل لكم ملخصات حتى او مناهج او الامتحانات، كله هيبقى خير ان شاء الله. بس ده انا حبيت اعمل الفيديو ده عشان اطمنكم بس مش اكتر. حضرتك عندك اي استفسار او عندك اي سؤال سيبهولي في الكومنتس واحنا هنرد عليك ان شاء الله. اللي قدام حضرتك ده موقعنا اللي هننزل عليه كل الامتحانات والملخصات والمناهج والكلام ده كله، هو اوريدي عليه شوية بس لسه هنضيف عليه اكتر واكتر ان شاء الله الفترة القادمة. لو حضرتك عايز تزوره ادخل لنا تحت في الكومنتس، هتلاقي اللينك بتاعه، وكمان هتلاقي لينك صفحة الفيسبوك تحت في الكومنتات. لو حضرتك عايز تزورنا وعايز تشوف اللي احنا بنعمله على الفيسبوك، او عايز تتابع اول باول بمعنى اصح، فيا ريت تنضم لنا لصفحة الفيسبوك. ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا ريت تدعمنا بسبسكرايب او اشتراك لو حضرتك جديد، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، كمان تضغط زر لايك تقديرا للفيديو، تقديرا للمتابعة اللي احنا بنتابعها على حضراتكم، ونشوفكم فيديوهات جاية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.